أمير الأحزان أحمد شعبان كلب بلحة اللي كان بيبعت رسائل السامسونج لكل المعرصين بتوع الإعلام علشان يهوهوا على الناس ويرعبوا الناس، اللي كان بيساعد بالتنكيل بكل الناس واغتيالهم معنويا واغتيال شخصيتهم وسمعتهم وتوسيخ سمعتهم والنيل من شرفهم وذمتهم المالية قدام الناس. السيسي رماه في الزبالة، لحق سيدو الكلب عباس كامل المجرم. الحقيقة الموضوع دوت يعني من المواضيع الشيقة جدا اللي برغم ضيقي وان انا مش حابة اتكلم، لكن لما سمعته الحقيقة حسيت ان انا يعني مبسوطة جدا، وافتكرت مولانا الشيخ الشعراوي الله يرحمه وهو بيقول ان مفيش ظلم هيموت غير والمظلوم شايفه بيتذل وشايف قصاص الله منه قبل ما يموت، يعني ربنا هياخد منه القصاص قبل ما يموت، وفي الحياة الآخرة طبعا هنشوفه طبعا إن شاء الله بإذن الله خالد مخلد في نار جهنم بإذن الله. الرسالة دي بس مني أنا لمعرصين الأمن الوطني، معرصين الأمن الوطني. أنا عايزة أسألكم، هل أنتوا فاكرين أنتوا مخلدين؟ هل انتوا فاكرين المال الحرام ده مش هتصرفوه على عيل عنده القلب، عنده مش عارف مرض نادر؟ وانا عارفة منكم كتير على فكرة ربنا رزقهم بعيال بعد ما عملوا مليون ألف عمليات أنابيب، وفي الآخر خالص العيل طلع عنده مشكلة، عيب خلقي في القلب ومش عارف عنده مرض مش عارف سرطان في الدم، عنده بلاوي. أنا الحقيقة بدعي لكم من كل قلبي، ماشي، بما إني واحدة من الشعب دوت انتوا بتنكلوا بيها كل أنواع التنكيل بقالكوا سنين طويلة، فيا وفي عيلتي وفي كله وفي الزوج والأولاد وكل حاجة، يعني انتم يعني مدمرين حياتي تماما ومدمرين حياة أسرتي تماما وعارفين قوي انتوا بتعملوا ايه. أنا بدعي لكم من كل قلبي إن انتوا بس مش تحصلوا أحمد شعبان وعباس كامل، إن ربنا يوعدكم بسرطان يقطع مصارينكم انتوا وكل واحد بيساعد السيسي دوت في ظلمه، وبفكركم إن هي دي النهاية، هيكبكوا في اقرب صفيحه زباله، اقرب صفيحه زباله هتترموا فيها، هتلاقي نفسك ان انت منعت حد من السفر من اسره معارض، سجنت حد من اسره معارض زي ما انتوا بتعملوا فيا كده، هددت حد بالقتل، طردت عيله حد، مش طردت مين، جريت ورا مين، طفشت مين، خربت بيت مين. هتلاقي كل دوت في الاخر خالص قاعد لك يا معلم في عيل انت خلفته، في مال انت اكتسبته وحد سرقه منك ولا ضربك على قفاك ولا رموك في الاخر خالص في الزباله.